نقطة، وضيف الكرخ صاحب المركز السابع ب34 نقطة في واحدة من مباريات اليوم الأول والمباراة الأخيرة في اليوم الأول من الجولة 21 اللي قوتها هذا الحكم سالم عامر، نفس الحكم قاد مباراة الذهاب اللي يساعده كرار عبد الكريم، رضا عباس، وأميد مصطفى، وفي غرفة الفار محمد سلمان يساعده جهاد عطية. لقاء الفريقين في مباراة الذهاب انتهى بتعادل الفريقين بهدفين، محمد خالد بدقيقة 25 و5 وأضاع يونس غني ركلة جزاء، أحمد خالد من ركلة جزاء، ومحمد سادات بالشوط الأول، وانتهت مباراتهم بهدفين لكل من الفريقين في لقاء الذهاب. نبدأ بتشكيلة الفريقين. نادي النفط صاحب الأرض والجمهور اليوم مؤلف من حسين علي بحراسة المرمى، حبيب محمد 17، كرار رزاق 34، أحمد خالد 35، فاضل كريم 26، ديار ياخي بالرقم 6. وسط الملعب سامي هين 77، علي ماجد 16، ستار ياسين 25، ووليد كريم وجعفر عبيس بخط الهجوم. أما تشكيلة الكرخ مؤلفة من محمد شاكر بحراسة المرمى بالرقم 12، على اليمين حسين محسن 4، محمد مصطفى 25، جوزيف بافوري 15، ومجتبى صالح 33. في وسط الملعب بالارتكاز اليوني فياي 19، يونس غني 24، أمامهم اللاعب رسول أحمد 18، سهيب رعد على اليسار 14، على اليمين حسين زياد 77، وبالمقدمة يونس حمود بالرقم 20. كل التوفيق للفريقين، نتمنى أن ترتقي المباراة إلى الطموح والمستوى المميز. في نفس الوقت هناك مباراة تجمع ناديا القوة الجوية والغراف. على بركة الله ننتظر صافرة الحكم سالم عامر، ومثل ما ذكرت الحكم سالم عامر قاد لقاء الذهاب، أشهر 3 بطاقات صفراء وبطاقتين للإداريين، ومنح ركلتي جزاء في تلك المباراة. أول مباراة قوتها للنفط، وخامس مباراة قوتها للكرخ. أول مباراة قوتها للنفط، وخامس مباراة قوتها للكرخ. سأتحدث كثيرا عن هذا الحكم وموضوع الكرخ وموضوع ملعب نادي الكرخ، ملعب الراحل شرار حيدر. انتهت 3 مباريات قبل قليل: فوز الطلبة على القاسم 2-0، النجف على الميناء 1-0، نفط ميسان على أمانة بغداد 2-1. ما زلنا ننتظر انطلاق صافرة حكم اللقاء. محمد شاكر أمامنا بالصورة، سالم عامر أكثر حكم قاد مباريات على هذا الملعب، 6 مباريات حكم ساحة و5 مباريات حكم فار. قاد للكرخ 4 مباريات و1 فار، وبجميع هذه المباريات لم يفز الكرخ. 4 مرات تحت قيادته تعادل الكرخ، ومرة واحدة كان في غرفة الفار في مباراة الجوية، وأيضا خسر الكرخ مباراة واحدة. تعادل في 3 وخسر في مباراتين تحت قيادة هذا الحكم. تعادل مع النفط 2-2، مع الموصل 2-2، مع الأمانة 1-1، وخسر من الطلبة 0-2، ومن الجوية 0-1 على هذا الملعب. وكلهن بهن سالم عامر. أكثر حكم منح بطاقات حمراء هذا الموسم 9 بطاقات. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. كرة لمصلحة نادي الكرخ طويلة، الكرخ قادم من فوز على القاسم ب3، والنفط قادم من فوز على الأمانة 2-1. مجتبى صالح على التنفيذ، حسين مجتبى، كرة طالت على حسين زياد، تعود الكرة مرة أخرى، محاولة طالت الكرة، محاولة من علي كريم،
ترتد بالمنتصف. يا سلام على هالكرة الجميلة. مرة أخرى مجتبى صالح يحاول، مجتبى يحاول، ضغط على مصطفى، وكرة عادت في المنتصف. تلعب الكرة من لاعب سامي، تعود الكرة من محمد مصطفى إلى حسين محسن. طبعا هناك غيابات عديدة، النفط، سامسون ومحمد سادات والكرخ، مصطفى رميض بسبب الحرمان، مؤمل راشد، حسين فاهم، شكور كريم، جعفر شنيشل بسبب الإصابة. عادل نعمة أيضا أكثر المدربين نيل للبطاقات، 5 أصفر و1 حمراء. يونس غني لاعب المميز، سجل في شباك القاسم مدهوك، أضاع ركلتي جزاء هذا الموسم. كرة ملعوبة بالرأس تنقطع، محاولة إلى الجانب يحصلها حسين، تعود الكرة من جديد، طويلة الكرة، مرت محاولة، تبعد الكرة من محمد مصطفى. يبدو أن الكرخ اليوم لاعب بالعمق ب3 مدافعين، ودافع صهيب رعد كظهير أيمن، ومجتبى صالح ظهير أيسر، وخال حسين محسن وجوزيف ومحمد مصطفى بالعمق. عنده غياب مؤمل وعنده غياب مصطفى رميض اللي كلاهما يلعب بمركز الظهير الأيمن. محاولة مقطوعة الآن، ستار ياسين، عادت الكرة علي ماجد، تعود الكرة إلى فاضل، تذهب إلى ديار ياخي، تنقطع الكرة، تحويلة، محاولة الآن لمصلحة نادي النفط، تقطع من دفاعات الكرخ، كرة عالية في وسط الملعب، محاولة من جديد تبعد، يا سلام، كرة تذهب لمصلحة نادي الكرخ. حسين زيادي هي إلى مصطفى، وطالت مقطوعة إلى رمية جانبية. أيمن حكيم 5 بطاقات صفراء، 4 بطاقات أمام النفط وأربيل والقرمة والميناء. حسين زياد أمامنا بالصورة، هدف في شباك أربيل، 17 مباراة شارك بها وسجل هدف واحد، غاب عن مباراة القاسم ودهوك والنفط. رمية تماس الآن، جوزيف يتركها إلى مجتبى صالح، نلعب دقيقة 4 من عمر المواجهة، تعادل قائم بدون أهداف. عادت من جديد الكرة من علي، ستار ياسين، ستار، فاضل، واو برافو حارس المرمى محمد شاكر. محمد شاكر الحارس اللي زاد عن الشباكة في 11 مباراة، عانقت شباكة 13 كرة وغاب عن 9 مباريات. كرة لعلي، بينية ملعوبة، جعفر عبويس، لاعب الكرخ السابق، لعب للكرخ، لعب للنجف أيضا. محاولة الآن، كرة بينية، محاولة داخل منطقة الجزاء، تبعد من الدفاعات، مرة أخرى تسدد، ترتطم بالمدافع، تعود إلى حسين ومرت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. هذا هو كرار رزاق، 6 مباريات أساسي و5 بديل. مجتبى، يبدو الحكم أشار إلى وجود خطأ. جوزيف بافوري، يتركها إلى محمد شاكر، ضربة حرة غير مباشرة. عالية مقطوعة وسط الملعب، ترتد من جديد، محاولة مرة أخرى لا يونس حمود هداف الفريق ب11 هدف، 11 هدفا. مجتبى صالح يحاول يمر، يلعب الكرة سريعة لا على التعيين، تمر إلى حارس المرمى حسين علي. هذا الحارس حسين علي 13 مباراة، 11 كرة عانقت شباكه.
لعب لإربيل لكربلاء 6 مباريات شباكة نظيفة كانت. فاضل حارس المرمى حسين علي، طويلة بالمنتصف الآن، محاولة تعود إلى محمد شاكر، شتتها بالمنتصف علي، ستار ياسين، ستار يحاول، عادت. شوف لاعبين ب3 بالعمق، فاضل وديار ياخي وحبيب محمد الغاني. هذا هو حبيب محمد لاعب الغاني. كرة لا ستار ياسين، بينية حلوة، محاولة. طبعا ديوري لاعب نادي الكرخ أيضا يغيب بسبب ظرف خاص، سافر ولم يعد بسبب الظروف الآنية الحالية. كرة لا ستار، خطأ لمصلحة نادي النفط. سامي هين، كريم، وليد كريم، كرار رزاق ترتطم بحسين زياد وتذهب إلى أول ركنية في ملعب المباراة. أول ركنية في ملعب المباراة. طبعا نادي النفط خاض 19 مباراة، عنده مباراة مؤجلة أمام الشرطة، فاز في 6، تعادل في 6، خسر في 7، سجل 20، عانقت شباكة 19 كرة، نقاطه 24 بالمركز 13. ركنية الآن لمصلحة نادي النفط، أول ركنية في ملعب المباراة. عالية ملعوبة بالرأس من حبيب محمد وأقرب إلى حارس المرمى محمد شاكر. حاول يهدي الكرخ، لعب 20 مباراة، فاز في 9، تعادل في 7، خسر في 4، إلى 30 هدف، عانقت شباكة 21 كرة، نقاطه 34 بالمركز السابع. سجل نادي الكرخ في 16 مباراة ولم يسجل في 4، لم يسجل لا في شباك الجوية ولا الشرطة ولا الطلبة ولا إديالة. وهذه المباراة ال4 اللي ما سجل بيها خسرها. شباكة نظيفة كانت فقط في 5 مباريات، ولم يسجل في المباريات ال4 في شباك الأندية اللي ذكرتها. كرة عالية ملعوبة بالرأس، محاولة مقطوعة، تعود الكرة من جديد، مرت الكرة تنقطع من اللاعب محمد مصطفى وسط الملعب، ويبدو هناك خطأ ضد اللاعب إليوني فياي. ليوني فياي 3 لاعبين في فريق النفط مهددين بالحرمان، أتهم 4 بطاقات صفراء اللي هم أحمد خالد وسامي هين وستار ياسين. علي ماجد اللي أمامنا 3 مباريات أساسي، 4 بديل. تلعب الكرة طويلة، محمد مصطفى يقطع الكرة، مجتبى صالح، كرة إلى ستار ياسين يسدد، ترتطم بمجتبى وتسديده برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. هذا هو أحمد، عنده 4 أهداف، 3 أهداف في شباك القاسم والكرخ والكهرباء، وكلهن من ركلات جزاء، كلهن من ركلات جزاء. ستار ياسين سجل في شباك القرمة والأمانة 15 مباراة أساسي ومباراتين بديل. محمد شاكر على التنفيذ، تلعب الكرة عالية، يونس ستار اللي متراجع إلى الخلف، ضاغط عليه اللاعب صهيب رعد، تعود مرة أخرى علي يلعب كرة طويلة، مرت إلى أحمد خالد، بينية، محاولة، وليد كريم. أحمد خالد اليوم لاعب بمركز الظهير الأيسر، لكن من ينفتح فاضل كريم إلى اليسار يصعد أحمد للأمام. لاعب متمكن وخطير، وبالأخص في الكرات الرأسية داخل منطقة الجزاء. مرت الكرة، محاولة لحسين زياد، حسين زياد يحاول، ضاغط علي علي ماجد، حسين زياد يحاول، حسين زياد يحاول، وكرة إلى الخارج إلى
رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. أداء متوسط من الفريقين، أداء محصور وسط الملعب، لم تشهد المباراة أي خطورة تذكر لحد الآن. خطأ من جديد. غدا ستكون 4 مباريات، الموصل زاخو مؤجلة، ديالى يضيف الكهرباء على ملعبه، نوروز على ملعبه يضيف الزوراء، القرمة على ملعب الرماد يضيف أربيل، ودهوك يضيف على ملعب الشرطة. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. تنقطع الكرة، محاولة من جديد. كرار رزاق يلعب كرة طويلة عالية، مشتبه بالرأس من حسين زياد، يونس، ومرت الكرة من المنتصف من يونس غني إلى خارج الملعب إلى رمية جانبي. هذا يونس غني أمامنا بالصورة. 14 مباراة، هدفين، غاب عن لقاءات الموصل، نوروز، أربيل، القرمة، ديالى والطلبة. أكثر لاعب نال بطاقات صفراء في نادي الكرخ عند طرد أمام الأمانة، و7 بطاقات صفراء. مرت الكرة، فاضل كريم يلعب كرة طويلة، وليد كريم، مجتبى صالح، كرة متسرعة أقرب إلى ديار يا أخي، ديار يلعب كرة طويلة عالية، محاولة وتذهب إلى محمد شاكر حارس المرمى. محمد شاكر يلعب الكرة، كرة تبعد، ستار ياسين، حسين محسن، يونس، مرت إلى صهيب، تشتت الكرة، حبيب محمد يشتتها، كرات غير مستقرة، كرة إلى خارج ملعب الرمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. هذا هو حبيب محمد. مباراة واحدة أساسي ومباراة بديل مع النفط. ستار، تنقطع الكرة، رمية جانبية، فاضل كريم على التنفيذ، فاضل ومحمد حبيب وديار ياخي بالعمق، ومدفوعين أحمد خالد وكرار رزاق. محاولة، كرة مقطوعة، تعود من جديد، حبيب، كرة عادت إلى كرار رزاق، ديار ياخي عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة وسهلة لمحمد شاكر حارس المرمى. ما زلنا نبحث عن أداء أفضل من الفريقين. هذا محمد شاكر لعب للجوية، لنفط الوسط، لزاخو، للطلبة، للزوراء، ومثل ما ذكرت 11 مباراة و13 كرة في شباكه. غاب عن الكهرباء، النجف، الميناء، الأمانة، نوروز، أربيل، القرمة، الطلبة. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الكرخ، محمد شاكر على التنفيذ،
مقطوع الكرة حبيب. ستار ياسين طويلة إلى وليد، يعتمدون على وليد كريم وجعفر عبيس على الكرات الطويلة على الثنائي المتقدم. مرة أخرى. الو خطأ. الو مصلحة نادي الكرخ. الو 1 مقابل 3 الأخطاء. خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ. مجتبى صالح، ستار ياسين، جعفر. ستار يتابع الكرة وتبعد من محمد مصطفى. حبيب، علي، ديار ياخي. ديار يسيطر على الكرة الآن، يحاول يمر. بينية، محاولة، سامهين طالت على جعفر. مقطوع الكرة من جديد، ملعوبة سريعة، محاولة لا يونس. يونس يحاول، يونس، وكرة أبعدت من حبيب محمد إلى خارج الملعب. لا، رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. عموما 17 دقيقة مرت من عمر المباراة. لقاء يعني غير مقنع، غير ممتع. النفط اللي احتل صدارة الترتيب مرة واحدة في الجولة الأولى، ومرت 9 أدوار الصدارة لأربيل، 2 لديالة، 1 للقرمة، 1 للغراف، و4 جولات، 5 جولات الآن متتالية الجوية بالصدارة. الغريب في الموضوع أنه 3 فرق مقدمة اللي هي الزوراء والشرطة والطلبة لم يرتقوا الصدارة ولا مرة خلال المرحلة الأولى اللي انتهت. لم يرتقي لا الزوراء ولا الشرطة ولا الطلبة صدارة الترتيب، وهذا شيء غريب هذا الموسم. كرة ملعوبة، وليد، علي، ديار ياخي، سامهين، كرار المندفع إلى الأمام، كرار، عالية الكرة، حبيب محمد بالرأس، ديار ياخي، كرار، بينية إلى وليد، ويبعتها جوزيف بافوري بعد الكرة. لاعب غاني يحمل الجنسية السويدية في نفس الوقت، قادم من أوربيرو، لعب دوي سبورت الألماني، دوي سبورغ الألماني. محاولة من جديد، ديار ياخي، كرة ضعيفة إلى محمد شاكر الحارس. دخلنا الدقيقة 20 من عمر المباراة، يبقى التعادل السلبي عنوان أبرز لهذه المواجهة التي تجمع الكرخ بنادي النفط. ديار، كرة مقطوعة. ديار اللي غاب عن لقاء الذهاب ما بين النفط والكرخ. خطأ من جديد لمصلحة نادي النفط. حكم اللقاء اللي مثل ما ذكرت نفس الحكم اللي قاد لقاء الذهاب، أشهر 3 بطاقات صفراء على اللاعبين من ركلتي جزاء، وأشهر بطاقتين للإداريين. خطأ الآن، ركلة حرة. القوة الجوية يتصدر الترتيب ب 46 نقطة، الشرطة بالمركز الثاني 44، القرمة بالمركز الثالث 38، الطلبة بالمركز الرابع 37، قفز الآن للمركز الثالث، أربيل بالمركز الخامس 37، زاخو بالمركز السادس 36، والكرخ بالمركز السابع ب 34 نقطة.
13 مباراة قاد، أشهر 55 بطاقة صفراء، 5 بطاقات حمراء، ومنح 9 ركلات جزاء. أكثر حكم منح ركلات جزاء هذا الموسم هو الحكم سالم عامر. طبعا المباراة اللي ضيفها ملعب الراحل شرار حيدر، المباراة رقم 34، أكثر ملعب استضاف مباريات، هذا الملعب الأنيق ملعب نادي الكرخ، ملعب الراحل شرار حيدر يستضيف اليوم المباراة رقم 34. لم يستضيف فقط في الجولتين السادسة والسابعة أي مباراة. واحدة من المباريات اللي كانت على أرض نادي الكرخ نقلت إلى ملعب الفيحاء، ولعب هناك بملعب الفيحاء مع الكهرباء. وأيضا النفط اللي هي أرض المفترضة لعب واحدة أمام الموصل في ملعب الشعب. أكثر الملاعب الموسم الماضي كان، وهذا الموسم أيضا أكثر الملاعب يستضيف مباريات. وأكثر حكم على هذا الملعب سواء كان حكم ساحة أو فار، الحكم اللي أمامنا سالم عامر، 6 مباريات حكم وسط على هذا الملعب و5 في غرفة الفيديو الفار. كرة ملعوبة، محاولة مقطوعة، وليد تسديدة من ستار برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. هذا أول تهديد مباشر، أول كرة من ستار ياسين تلعب إلى خارج الملعب. شوفها بالإعادة. الفريقين لاعبين بتحفظ دفاعي، 3 بالعمق 2 على الأطراف. عالية الكرة، تنقطع من حبيب، ستار ياسين، عادت إلى فاضل كريم، فاضل يلعب كرة طويلة، كرة إلى مجتبى، محاولة الآن من جديد، عالية مقطوعة، ديار، سامي هين، كرة تنقطع من جديد، هذه بالإعادة. ركلة حرة غير مباشرة، حارس المرمى حسين علي يلعب كرة طويلة عالية، مرت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. ديار ياخي على التنفيذ، تنقطع مرة أخرى، كرة عادت من جديد، سامي هين، تعود الكرة إلى ديار، طويلة من ديار، كرار رزاق، محمد مصطفى، أو تعود من جديد سامي هين. كرات غير مستقرة، كان لعب خطر على كل حال. سامي هين مرة أخرى يلعب الكرة، جعفر بالرأس يبعتها إليوني فياي، فاضل كريم،
أحمد، كرة مرت إلى خارج ملعب لا رمية جانبية. مقطوعة الكرة مرة أخرى إلى خارج الملعب من أحمد خالد. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. عالية ملعوبة الكرة. يونس مرة أخرى يستحوذ على الكرة، يحاول يمر. شوف مراقبينه، 3 واحد ساند واحد ضاغط. تسديد، الله، حلوة حلوة من يونس غني، حلوة من يونس غني. عنده هدف جميل من ركلة حرة في شباك دهوك. شوفوا بالإعادة، تهيأت له من مسافة حوالي 45 ياردة يسدد كرة تمر بمحاذاة القائم. وهذا هو أيضا أول تهديد خطير لنادي الكرخ على مرمى النفط. نلعب بالدقيقة 28 وما زال التعادل السلبي يخيم على هذه المواجهة. تلعب الكرة عالية، محاولة بالرأس مقطوعة من جديد. جعفر، وليد حاول يمر، يتعدى واحد ثاني، يسدد. برافو يا محمد، برافو يا محمد. شوف فات من بين 3 مدافعين، مهارة فردية رائعة، اجتاز 3 مدافعين وسدد بيمينه. لكن يقظة الحارس محمد شاكر حالت دون أن يسجل من هذه الكرة واللي هي أخطر الكرات على المرمى. كرار رزاق الآن على تنفيذ ركنية لمصلحة نادي النفط. عالية ملعوبة بالراس مباغتة، يبعتها حسين محسن، فاضل، ستار ياسين. كرة إلى وليد، ستار من جديد. برافو، تنقطع من الدفاع. وحاول الآن خطأ لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني، شوف بالإعادة، شوف من بين 3 مدافعين مر، ومن قوس الجزاء سدد كرة قوية ارتدت من الحارس ببراعة. أخطر الهجمات وأحسن الهجمات وأبدع الهجمات لحد الآن كرة وليد كريم. ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة نادي الكرخ. عالية الكرة، تبعد من حبيب. يا سلام، حلوة من حسين زياد، يلعبها إلى الجهة بعد إلى صهيب. صهيب يحاول يمر، طالت على صهيب. فاضل، تشتت الكرة. وليد يحاول، تقطع بالرأس من محمد مصطفى. يونس غني، حسين محسن، صهيب، علي. رسول كان بالصورة والكرة إلى حارس المرمى. رسول أحمد اللي لاعب خلف المهاجمين، وهذا يونس القناص هداف الفريق ب11 هدفا. كرة اللعب سهلة لمحمد شاكر حارس المرمى. نصف ساعة والتعادل السلبي قائم. حبيب، يا سلام يا حبيب، يتعدى 2، مرت إلى ستار. شوف دائما ستار يشغل مركز الشبه ويدفع بأحمد خالد إلى الأمام. علي ماجد، ديار يا أخي، ديار
حبيب محمد، فاضل كريم، ستار ياسين، علي ماجد. نقل كرات جميل في محاولة لسحب لاعبي الكرخ إلى الأمام. طويلة من ديار، تبعد من جوزيف، شتتت من مجتبى. فاضل كريم بالراس من محمد مصطفى. فاضل، كرات غير مستقرة. حبيب، ديار يا أخي، ديار. 11 مباراة أساسي ديار، هاي المباراة رقم 12 اللي يكون بها أساسي. طرد أمام نوروز. فاضل، تعدى. ديار، حبيب، ضغط متوسط من منتصف الملعب على فريق نادي الكرخ. عندنا ضغط منخفض، ضغط عالي، وضغط متوسط. وسط الملعب إلى فاضل. فاضل يلعبها، تبعد من حسين، مرت إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة نادي النفط. فاضل كريم، ستار، حبيب محمد، ديار يا أخي. تراجع ملحوظ للاعبي نادي الكرخ، تراجع يولد ضغط، والضغط يولد أخطاء. كرة طويلة ملعوبة بالرأس من جوزيف، أقرب لمحمد شاكر حارس المرمى. جعفر عبيس اللي أمامنا بالصورة، لاعب الكرخ السابق، انتقل للنجف. للنجف لعب 7 مباريات، وللكرخ مباراتين أساسي و3 مباريات بديل. ميناء، زوراء، أربيل، زاخو، الأمانة. صنع هدف واحد وسجل في شباك أربيل. جعفر عبيس اللي أمامنا 7 مع النجف، وانتقل بالانتقالات الشتوية، و5 مباريات مع الكرخ، 2 أساسي و3 بديل. هاي 3 مباريات يدخل بها أساسي. ميناء، زوراء، أربيل، زاخو، والأمانة. كرة عادت، مجتبى، طويلة. يونس، حمود، مراقبين مراقبة لصيقة، حادين من خطورته. يونس غني، صهيب من الجهة البعيدة، ضاغط عليه أحمد خالد، يبحث عن إسناد. ماكو إسناد، المفروض لاعب يسنده. وركلة مرمى لمصلحة النفط. صهيب رعد، 15 مباراة أساسي، 1 بديل، وصنع 3 أهداف. غاب عن الجوية، القاسم، القرمة، الطلبة، نفط ميسان، الكهرباء. هذا صهيب، لا، بقدم صهيب إلى ركلة مرمى. قرار الحكم سليم، قرار الحكم سليم. تلعب الكرة حسين محسن، يونس غني، وليد كريم، بدا يهرب من الرقابة، يرجع للخلف. كرة لعلي، وليد، كرار، مقطوعة الكرة، مجتبى، برافو مجتبى، أبعد الكرة ورمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. بالمناسبة مجتبى صالح اللاعب الوحيد بتشكيلة الكرخ دخل 21 مباراة، لم يتغيب عن أي مباراة من المباريات 21 اللي جرت بهذه المباراة. يأتي بعده يونس حمود اللي مثل الكرخ في 19 مباراة. يونس حمود مثل الكرخ في 19 مباراة، وغاب فقط عن مباراة ديالة. غاب فقط عن مباراة ديالة. علي اللي أمامنا 3 أساسي و4 بديل، لاعب نفط الوسط السابق، ولعب للقاسم أيضا.
كرة مرت محاولة، جعفر برافو، أبعدت من محمد مصطفى. رمية جانبية، أحمد خالد على التنفيذ. حبيب يمر سريع على ستار ياسين، محاولة خطيرة وبرافو إلى حارس المرمى. محاولة من جعفر عبيس، ويبدو راية وصفارة وتسلل. ركلة حرة غير مباشرة على جعفر عبيس، ركلة حرة غير مباشرة على جعفر عبيس. تشوفه بالإعادة، تسلل واضح على ستار ياسين اللي استقبل الكرة، تسلل واضح من الجهة البعيدة. قبل أن تلعب الكرة كان أكو تسلل، لكن هذا البروتوكول أنه تنتهي الهجمة ويشيل الراية المساعد حتى يتأكدون، ربما يسجل هدف والعودة إلى الفار، فلذلك يتأخر المساعد عن رفع الراية رغم قناعته أنه أكو تسلل، وبعد ذلك تنتهي الهجمة يشير إلى وجود حالة تسلل. هذا هو البروتوكول المعمول به. بالسلامة لجعفر عبيس. حكم اللقاء قاد مباراة الكرخ مع النفط 2-2، الكرخ مع الموصل 2-2، الكرخ مع الأمانة 1-1، الكرخ مع الطلبة 0-2، الكرخ مع الجوية كان حكم فار، وأيضا لم يفز تحت قيادته نادي الكرخ إطلاقا. بينما للنفط كان حكم فار في 4 مباريات، في 3 مباريات، الموصل والطلبة وديالة. مع النفط كان بيها حكم فار. نهض بالسلامة إن شاء الله. 7 دقائق تفصلنا عن نهاية شوط رتيب، لم يفلح أي من الفريقين خلال 38 دقيقة من التسجيل. ركلة حرة غير مباشرة، تسلل، هذا زاهر ميداني اللي انضم إلى ملاك نادي الكرخ. برا الملعب يكمل علاجه، لا يعود إلا أن تستأنف المباراة. ركلة حرة غير مباشرة للكرخ، كرة عالية، فاضل كريم، أحمد خالد، تنقطع الكرة من جديد، محاولة، وليد كريم، ستار ياسين، فاضل يعيدها إلى حسين علي حارس المرمى. كرة طويلة ملعوبة بالرأس، جوزيف محمد شاكر، وليد، جعفر عبيس، مقطوعة برا الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. وليد، جعفر، كرة تعود مرة أخرى، ديار ياخي، تسلل من جديد، ركلة حرة غير مباشرة للكرخ. طبعا النفط الموسم الماضي 3-1 حالات التسلل، بالمرحلة الأولى حل بالمركز التاسع. هذا الموسم بالمرحلة الأولى حل بالمركز 14. الكرخ الموسم الماضي حل بالمركز 15 بالمرحلة الأولى، الموسم الحالي بالمرحلة الأولى حل بالمركز 7. فرق بين الموسم الماضي وهذا الموسم. عادت الكرة لمجتبى صالح، كرة مقطوعة، سامي هين أمامنا،
هذا هو مجتبى اللي مثل ما ذكرت لعب 20 مباراة، واليوم مباراة 21 إلى مع الكرة. اللاعب الوافد من القاسم سجل هدف في شباك الأمانة، سجل هدف وصنع 3. حمد مصطفى، حسين محسن، ديار ياخي، اسلوب الفريقين واحد، لكن اكثر استحواذ واضح النفط. علي ماجد يلعب كرة، حسين زياد، مجتبى، يونس غني، فاضل كريم، وليد لاعب مهاري جيد، كرة انقطعت من يونس غني، صهيب، يونس، مان تو مان من حبيب محمد ليونس وقاطع عنه كل المحاولات. يونس بالسلامة، أهدر ركلة جزاء. وبالمناسبة نادي النفط أكثر فريق أهدر ركلات جزاء، أهدر 4 ركلات، يليه الكرخ والموصل أهدروا 3 ركلات. الحكم يتحدث مع قائد الفريق وليد، راح يعمل اسقاط كرة. دخول قوي كان من حبيب محمد، وايضا دخول من يونس غني. الحكم اوقف المباراة، راح يعمل اسقاط كرة ام يمنح ركلة حرة لمصلحة الكرخ. دقيقتان تفصلنا على النهاية لشوط المباراة الأول. الكناري ما زال طبعا يلعب على هذا الملعب، وسأتحدث عن كل فريق كم مباراة على هذا الملعب. يونس، مجتبى، حسين، يونس، مجتبى، حلوة لحسين زياد، حسين يمر يلعبها عرضية عالية خطيرة، ولكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ديار ياخي يشكو من إصابة، نهض ديار ركلة حرة لمصلحة النفط. آخر دقيقة من الوقت الرسمي، قد نشاهد 3 دقائق لا أكثر، وقت بدل ضايع. بالرأس ستار ياسين، أحمد خالد، عرضية طويلة أقرب لمحمد شاكر، بإيده يلعب الكرة. علي ماجد، مجتبى، يونس، اليوني فياي إلى حسين محسن، يونس إلى يونس غني، عادت الكرة إلى جوزيف بافوري، مجتبى، يونس غني، بالسلامة لمجتبى. صالح، دخول قوي أيضا من وليد كريم على قدم اللاعب مجتبى. شوف دخول من الخلف قوي، يعني على كل حال هل منح الحكم بطاقة؟ 3 دقائق مثل ما توقعت يضيف حكم اللقاء. نهض مجتبى، كان دخول قوي واضح من وليد كريم.
تعود الكرة الآن بروح رياضية إلى حارس المرمى محمد شاكر. محمد على التنفيذ. سامي هين، كرار رزاق، سامي مرة أخرى، حاول يمر وليد. شوف وليد بدأ يهرب من رقابة المدافعين، بدأ يبني من الخلف. كرة لا يونس، شوف بينما يونس واحد بين 3 مدافعين يحتاج لإسناد من الخلف. تسلل، ركلة حلوة غير مباشرة للنفط. راح ندخل الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضايع. كرة طويلة، وليد، حسين زياد، يونس غني إلى الخارج إلى رمية جانبية. تلعب رمية جانبية مرة أخرى، تقطع من حسين زياد إلى رمية جانبية أخرى للنفط. ديار مرت إلى الخارج، ترتطم بسهيب اللي انتقل للجهة القريبة. آخر اللحظات، ننتظر صافرة الحكم الدولي السابق سالم عامر اللي تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين الكرخ ومضيفة النفط. شوط لم يكن مقنعا ولم يكن ممتعا. نتمنى أن يرتقي الأداء في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل حتى يتجدد اللقاء معكم. وأحداث شوط المباراة الثاني نذهب لاستراحة قصيرة. أجواء صعبة على الغراف مع الأمطار. أورينهو قد يعيد الكرة. الله الله، قاذفة لهب عنوانها سامبا برازيلي. لبن سيليساو يسجل ويضع الكرة في المرمى وسط وضعية كما هي كما عهدناها. أيوب أوديشو تتحرك مدرجات استاد المدينة. لاحظ كما فعل فيربيل، تقدمت وصلت وضعت أمام أورينهو، يسدد بنفس الطريقة. حارس المرمى لا يسيطر والتصدي ليس في محله، والكرة إلى المرمى إلى الجول. 1-0 لأبناء الخابور، 1-0 لفرسان الشمال، 1-0 عن طريق أورينهو العملة المعتادة في التسديدات البعيدة. البرازيلي راقص السامبا الجديد يسدد ويسجل. إليو يتقدم، لعب ممتاز أيضا. أورينهو لكرة لتسديدة جديدة لحضور جديد. أنطوانيو عالمي في لمسة واحدة بلمحة واحدة، وكأنك السلطان وكأنك زلاتان. هذه كرة جميلة يا عطوان، مبهر، عالمي على طريقة الكبار، على طريقته الخاصة، بلمسة رائعة، بلمحة جميلة، ببراعة، بحرفنة، باحتراف. أي وصف يليق بك يا لعيب، يا فنان، يا كبير، يا هداف. محمد منصر على التنفيذ.
عالية الكرة، الراس، جول جول. فعلها ماسس اللي سجل في شباك القاسم والكرخ، يسجل هدف الشخص الثالث بكرة رأسية، ويسجل الهدف رقم 68 بكرة رأسية، بعد أن سجل يونس حمود هدف بكرة رأسية في شباك نادي القاسم. يسجل الآن ماسس الهدف الشخص الثالث له والأول في المباراة بالدقيقة 68 في شباك نفط ميسان. بالدقيقة 68 ماسس يسجل من كرة رأسية هدف التقدم. شوف الارتقاء، يا سلام، مرت على يسار الحارس أمجد رحيم. شوف وهدف جميل برأسية جميلة، هي 68 هذا الموسم، الرأسية 68 اللي تعانق الشباك، والهدف الأول للطلبة بالدقيقة 68 من عمر المباراة. الهدف رقم 68 برأس، ويسجل بالدقيقة 68 من عمر المباراة. ولمصطفى من جديد، مصطفى والعرضية والرأسية، الله 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 الله. الهدف الأول لمصلحة نادي الكرخ، وبأقدام من؟ بأقدام يونس حمود، خامس الهدافين، يسجل، يدون، ويرتقي من هناك بأول أهداف المباراة، يعطي هدف الأسبقية ليكون رابع الهدافين، ويعادل علاء الدين الدالي هداف نادي الموصل ورابع الهدافين. يونس حمود يقتنص الهدف الأول، يونس حمود، ويتابع الكرة بعرضية رأسية صهيب رعد، العارضة اعترضتها، نعم، وتصدت لرأسية اللاعب صهيب، ولكن عاد وتابع من هناك اللاعب يونس حمود. نعم، هنا يتواجد مركز الخطر، هنا هذا اللاعب الذي لا يمكن أن يترك وحيدا، يتابع الكرة الماضية، يقتنصها، نعم، في وظيفته المميزة، في وظيفته المعتادة. يحافظ، ينطلق، يمرر على جهة اليمين، المحاولة للهدف الثاني، المراوغة، التصويبة، المتابعة، وفي النيران الصديقة ينهيها اللاعب إيليسو بهدف ثاني لمصلحة الكرخ، الهدف الثاني للكناري، الهدف الثاني لمصلحة الأصفر، وبمجهود فردي انطلق من هناك في وسط الميدان حسين زياد، ومن هناك أنهاها محمد خالد كوفي، يراوغ ويمرر، نعم، ويسدد، ومن هناك يكتب الهدف الثاني. ولكن حدثني عن انطلاقة يونس في وسط الميدان، محاولة يونس، نعم، في وسط الملعب، وفي النهاية التصويبة باشتراك، نعم، ومساعدة من إيليسو، أسكنها في شباك فريق نادي القاسم لتعلن عن ثاني الأهداف لمصلحة نادي الكرخ. في هذه اللحظات اصطدمت بسيف الدين ظاهر والقائم، ودخلت واقتحمت، تعاند الكرة الماضية فريق نادي القاسم لتعمق من جراحات هذا الفريق بهدف ثاني في هذه اللحظات. نتيجة 2-0 في 20 دقيقة متبقية من هناك، محاولة عن طريق يونس، المرور، التقدم، التصويبة، المتابعة، خطيرة، جول، الله 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 الله. ويأتي الدور على صهيب للتسجيل، ساهم وصنع وبادر بتسجيل الثنائية. الآن يأتي الدور عليه لإسكان الكرة في الشباك، لتسجيل الهدف، لمشاركة زملاء بتسجيل الأهداف، نعم، ليحمل على عاتقه مسؤولية الانتصار، تحقيق هذا الفوز بلا شك. نعم، هو نجم اللقاء بمساهمته، بإبداعه، بتألقه في هذه المباراة. شارك، نعم، كبديل طارئ، بديلا لمصعب جمال، وإذا بمشاركته تكون سببا وسبيلا لتحقيق هذا الانتصار، لتحقيق وتسجيل حتى هذه الأهداف. صنع وساهم بهدفين، والآن يسجل الهدف الثالث اللاعب مصعب، نعم، أو اللاعب صهيب رعد، الذي يعود ويسجل الآن بكرة ارتدت، نعم، من الدفاعات وعادت ليضعها على يسار الحارس.
جول للصقور للصقور للصقور. محمد جواد يسجل للقوى الجوية جماهير الصقور. وجواد اي نعم، جواد على الميعاد ويسجل للقوى الجوية. محمد جواد يفتتح التسجيل، رايح جاي. محمد جواد سجل في النجف ويسجل الآن في بغداد في مباراة 2-0 سجل، ويسجل الآن محمد جواد يفتتح التسجيل لنادي القوى الجوية. لاحظ الكرة من محمد سامي، الأخطاء، الله، محمد جواد يسجل للصقور. هو ما محتاج إلى الهدايا ما بين علي فايز والنقاز، وبالتالي جواد يفتتح التسجيل للقوى الجوية. هدف في مرمى النجف. سجل القوى الجوية من كرة، شوف المخرج جاب لنا محمد سامي ومحمد جواد وصبحي عصام بهدف ثاني، لكن ربما الرايع. خلينا نشوف القرار. ثاني للقوى الجوية عن طريق العماني برأسية جميلة. هل هناك شيء؟ بهذه اللقطة أعتقد لا وجود للتسلل، لكن يبقى شوف صبحي وبرأسية جميلة. عصام الصبحي اللاعب العماني باللقطة الماضية. ثاني للقوى الجوية، ثاني ثقة هدف ثاني لم يكن متسللا باللقطة الأولى، ولكن ننتظر أحمد قاسم. يتمناها محمد قاسم، تتمناها جماهير الميناء، ولكن جماهير القرمة لا تتمناها. وهدف أول للسفانة للميناء، يتقدم بأول أهداف المباراة. الميناء يتقدم بأول أهداف المباراة عن طريق محمد قاسم الصيف، رابع أهدافه من خلال هذا الموسم ومن ركلة جزاء. وهنا الصورة لمدرب الفريق حسين عبد الواحد في أول مباراة مع الفريق، والفريق يتقدم بأول الأهداف. هنا الجماهير وفرحة الجماهير على المدرجات بكل تأكيد بهذا التقدم وبهذه الكرة التي تحصل فيها كيسيندا على ركلة الجزاء. بعد ذلك تأتي الصافرة ويأتي التنفيذ، والكرة مرت بهذه الطريقة على محمد حميد لتكون داخل الشباك، ليتقدم فيها الميناء بأول أهداف هذه المباراة. الميناء بياسين، سامية لثاني، خلاص الله الميناء السفانة، جول ثاني، هدف ثاني لسفانة البصرة، للميناء العريق. يتقدم بثاني الأهداف، خلص المباراة الميناء. السفانة يفعلها، ولكن برافو لرضا ماجي. وبعد ذلك يأتي البديل ياسين سامية مع أول محاولة، يضع الكرة داخل الشباك لينهي المباراة ليتقدم فيها الميناء بهدف ثاني. هدفين، خلاص المباراة ستنتهي. الهدف جاء
في الوقت المحتسب بدل عن الظاهر. فوز من خلال قرار اتحادي على نادي أربيل. كرة أمامية هذه خطيرة، الله، جول أول يأتي لمصلحة نادي النفط. الله الله الله، سجل ستار ياسين يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. يسجل الآن بهذه اللحظات جول لنادي النفط، يسجل الآن ستار ياسين هدف في مرمى نادي أمانة بغداد. هو كان يلعب سابقا مع نادي أمانة بغداد واليوم يسجل في شباكهم ستار ياسين. جول يأتي لمصلحة نادي النفط مع بداية اللقاء. هذه كرة مرت على عمار علي على يسار حارس المرمى، هذه الكرة الرائعة الجميلة، بعد ذلك المتابعة وضعها بأريحية في شباك مرمى نادي أمانة بغداد. هدف أول يأتي لمصلحة القمصان البيضاء. نادي النفط يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات، لكن هذه كرة الله، جول سجل أسود العاصمة، سجل جبار كريم. الله 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 الله، يسجل بهذه اللحظات. نادي أمانة بغداد يعود لمعادلة النتيجة 1-1 بهذه اللحظات لمصلحة نادي أمانة بغداد. لم نشاهد الكرة الماضية ولكن نشاهد احتفالية جبار كريم. هذه الكرة الماضية، هذا الدخول، هذا المرور، الله 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 على كرة رأسية. جبار كريم لا يخطئ أمام المرمى، لا يخطئ أمام المرمى. مثل هكذا كرات، مثل هكذا فرصة يسجلها جبار. وحتى بالنسبة للتبديلات الموجودة ربما في الدقائق القادمة، كرة لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله، جول ثاني نفطي بهذه اللحظات. جول يسجل لمصلحة نادي النفط. الله الله، سجلوا في الشوط الأول هدف التقدم، الآن يتقدمون من جديد نادي النفط بهدف ثاني. هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي النفط عن طريق جعفر عبيس، يسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. لكن الله على المرور، هذه الكرة التحضير بعد ذلك، الله سجلها وهد شباك مرمى نادي أمانة بغداد. نادي النفط يتقدم للمرة الثانية بهذه اللحظات. جعفر عبيس وجد نفسه أمام المرمى وضعها بأريحية في شباك مرمى نادي أمانة بغداد. جول ثاني يأتي لمصلحة نادي النفط. صارت 2-1. سجل جعفر عبيس الهدف الثاني بعد أن سجل جبار كريم الهدف الأول. الآن هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي النفط. كرة خطيرة الآن لمصلحة دهوك. محمد داوود بالقرب من دلاور صديقة المساندة، لكن ما زال محمد داوود. مر محمد يلعب الكرة، محمد والكرة الخطيرة، يا الله، جول. الثالثة. حكم اللقاء السيد سالم عامر، رفقة المساعدين كرار عبد الكريم، رضا عباس، وأميد مصطفى، يعلن إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني. النفط على يمين الشاشة بالزي الأبيض والكرخ اللي أجرى تغيير أول بخروج اللاعب على ما يبدو نانغا مامادو دخل بدلا من اللاعب رسول أحمد. محاولة الآن، كرة مقطوعة، مشتبه، اليوني فاي، حسين محسن، صهيب،
حاول يمر صهيب، حلوة ملعوبة خطيرة يونس. الله 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 على هالجملة التكتيكية الحلوة، ونهاية بأقدام يونس تمر بمحاذاة القائم وينقذ مرمى النفط من إصابة أكيدة. مرمى النفط كاد أن يصاب بالدقيقة الأولى، وكرة جميلة ملعوبة بينية من بين المدافعين إلى يونس محمود بحركة لعب جميلة من صهيب رعد، وفرصة أولى تضيع على فريق الكرخ. شوف 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 يونس لعبها بذكاء على العمود البعيد، ولكن مرت بسلام وأمانة على مرمى نادي النفط. نعم، نتمنى أن يرتقي أداء شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل مما كان عليه في شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة طويلة، مجتبى، سامي، حسين محسن يترك الكرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية للكرخ. حسين محسن اللاعب اللي قادم من القاسم، 7 مباريات مع الكرخ، غاب عن الزوراء فقط. عادت الكرة من جديد، خطأ بمنتصف الملعب وأول بطاقة صفراء. بمناسبة البطاقات الصفراء 959 بطاقة صفراء عندنا هذا الموسم. النفط 41 والكرخ 57 بطاقة صفراء. الأكثر نيل البطاقات الموصل 63 والأقل الشرطة 31. حسن داخل لاعب الغراف أكثر لاعب نال بطاقات 9 صفراء و2 حمراء. وسامي سيغيب عن المباراة القادمة بسبب نيل البطاقة الأولى وهي الخامسة إلى هذا الموسم. سامي سيغيب عن اللقاء القادم بسبب تراكم البطاقات. كرة مقطوعة، محاولة موجودة من بل ترتد. ستار ياسين، $452 هدف بانتهاء المباريات الثلاثة اللي سبقت المباراتين اللي انتهت. مباراة الغراف والجوية بالتعادل أيضا شوطها الأول. $462 هدف. نبحث عن الهدف 63 بعد 400 من هذه المباراة. محاولة نانغا مامادو، كرة تنقطع من حبيب إلى ركلة مرمى. هذا هو اللاعب الإيفواري قادم بالانتقالات الشتوية من السيب العماني، لعب للزوراء موسم 24-25، لعب للباطن السعودي. مباراة واحدة يعني لم يدخل إلا دقيقة واحدة أمام الزوراء. حسين علي الآن على التنفيذ، ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط، والتعادل السلبي ما زال قائم. 11 موسم، 11 موسما من موسم 13-14 حتى هذه المباراة الكرخ لم يهزم النفط. 11 موسم من موسم 13-14 عندما فاز بهدف عماد محسن 1-0، صام عن الفوز في 18 مباراة أمام النفط، خسر 10 وتعادل في 8. 18 مباراة خلال 11 موسم لم يتمكن نادي الكرخ من هزيمة النفط، تعادلوا حتى في الذهاب. محاولة ملعوبة الكرة، مجتبى، تنقطع علي، حبيب محمد، علي شتتها علي طويلة وعالية، ترتد الكرة من جديد، وليد، عادت مقطوعة الكرة مرة أخرى، محاولة من جديد، تبعد الكرة من حسين محسن. نادي النفط لم يجري أي تغيير. حسين محسن إلى خارج الملعب لرمية جانبية. ستار يلعبها سريعة، أحمد خالد، بينية إلى جعفر عبيس، وبرافو برافو، تبعد الكرة من محمد مصطفى. محمد مصطفى أبعد الكرة
9 مباريات مع الفريق الوافد من نفط البصرة. رمية تماس، أحمد خالد على التنفيذ. جعفر، أحمد، تبعد الكرة من محمد مصطفى، عادت الكرة إلى أحمد خالد، مرت إلى علي ماجد بالرأس مرة أخرى من محمد مصطفى، تعود إلى ستار، ستار يسدد، وكرة حلوة إلى حارس المرمى محمد شاكر. كرة حلوة إلى محمد شاكر حارس المرمى. هجمة بهجمة، يعني بداية جيدة في شوط المباراة الثاني من الفريقين. هذه الكرة سددت وبرافو محمد شاكر يتمكن منها. فاضل كريم، خطأ لمصلحة نادي النفط، عرقلة واضحة من يونس حمود. فاضل كريم اللي أمامنا بالصورة لعب مباراة وحدة أساسي ومباراتين بديل أمام الميناء والزوراء والقاسم، فقط لعب هذه المباراة الثلاثة اللي أمامنا بالصورة. ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. فاضل كريم بالرأس، جعفر، تبعد الكرة، يونس غني، ممادو، صهيب، وإلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. صهيب مرة أخرى، صهيب، يونس، تنقطع، ستار ياسين، حبيب، كرة إلى اليوني، عادت إلى محمد شاكر، أبعدت الكرة، ديار ياخي، جوزيف أبعد الكرة إلى خارج ملعب إلى رمية جانبية للنفط. 8 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، نلعب بالدقيقة 54 من عمر اللقاء، والتعادل السلبي قائم ما بين النفط والكرخ. سامي، قصيرة، يونس غني يلعب كرة طويلة، فاضل كريم حارس المرمى، ولي حسين علي، كرة بينية، وليد، أحمد خالد، إلى ستار ياسين، عالية، كرة خطيرة بالرأس من جعفر إلى ركلة ركنية، ركنية لمصلحة نادي النفط. شوف الكرة من جديد، تطمت بكتف جوزيف إلى الخارج. كرار رزاق على التنفيذ، ركنية لمصلحة نادي النفط. عالية الكرة، صهيب، كرة خرجت أثناء التنفيذ إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. خمسين مواجهة جمعت الفريقين، هذه المواجهة رقم 51، 51 ما بين الفريقين، 8 للكرخ، 25 تعادل، و17 مباراة للنفط. النفط سجل 51 هدف والكرخ سجل 46 هدف. أكبر النتائج 5-1 موسم 2001-2002 للكرخ، وموسم 94-95 للنفط 5-2. هذه أكبر النتائج ما بين الفريقين. وال0-0 أكبر نتيجة حدثت ما بين الفريقين 13 مرة. كرة اللعب، ولي جعفر، كرار،
كرار رزاق، تسلل، طبعا النفط يلعب المباراة العاشرة على هذا الملعب، لعب 9 مباريات على هذا الملعب اللي هي أرض المفترضة، غاب عن هذا الملعب أثناء الإدامة ولعب مباراة واحدة على الشعب أمام الموصل، خسرها 1-2، فاز في 5، تعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على هذا الملعب فقط أمام نفط ميسان 1-2، فاز في 5، تعادل في 3، ومباراة واحدة خسرها على هذا الملعب أمام نفط ميسان. على الطرف الآخر الكناري لعب على هذا الملعب 10 مباريات وهو ملعبه، وخاض مباراة واحدة على ملعب الفيحاء اللي هي على أرضه، فاز في 4، تعادل في 4، خسر مباراتين على هذا الملعب أمام الجوية وأمام الطلبة، فاز على القاسم، فاز على الغراف، فاز على النجف، وتعادل مع أربيل والأمانة والموصل، وفاز على الغراف أيضا، وفاز على نوروز، وتغلب على الزوراء 3-1 هنا على هذا الملعب اللي هي أفضل نتائج هذا الموسم. ركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ. الجولة 22 ستنطلق يوم الخميس، النفط سيواجه النجف يوم الجمعة الساعة 9، والكرخ يختتم الجولة في 9:30 بمواجهة دهوك يوم السبت القادم. يوم الخميس 12/3 ويوم السبت 14/3 الكرخ يواجه دهوك. تفتتح الجولة يوم الخميس بلقاء الكهرباء مع الطلبة، الأمانة مع نوروز، القرمة مع الغراف، والموصل مع الشرطة. ثم الجمعة ديالى مع القوة الجوية، النفط مع النجف، أربيل مع الميناء، الزوراء مع نفط ميسان، وتختتم يوم السبت بلقاء القاسم مع زاخو، والكرخ مع دهوك. حسين محسن على التنفيذ، رمية جانبية للكرخ، يا سلام حلوة لا صهيب يلعبها عرضية، مقطوع الكرة من كرار رزاق، سامهين، جعفر عبويس بالخطأ، مجتبى صالح أقرب للكرة، حسين زياد، مجتبى، كرة تنقطع، حصلها مجتبى من جديد، يونس غني، حسين محسن من الجهة القريبة، عالي من حسين، وبالرأس مقطوعة من ديار ياخي، عادت مرة أخرى، يونس غني، علي ماجد، سامهين، يلعبها لا جعفر، ترتد برافو من المدافع محمد مصطفى، ممادو، كرة مقطوعة، حبيب، ممادو يحاول، ممادو يحاول، كرة خطيرة، هي جول 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 صهيب رعد، صهيب رعد اللي صنع هدف أول في المباراة السابقة يسجل أول أهداف القادم من النفط، القادم من النفط بعد جملة تكتيكية جميلة، صهيب يسدد كرة ويلعبها على يمين الحارس حسين علي ويسجل أول الأهداف بالدقيقة 59 من عمر المباراة، الدقيقة 59 صهيب رعد يسجل أول الأهداف للكرخ، صهيب رعد يسجل أول أهدافه وأول الأهداف للكرخ بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوفوا الكرة اللعبت، ارتدت، ممادو توغل، ممادو قطع الكرة من ممادو، برافو برافو، شوف قطع الكرة من بين اللاعبين، مر وبيمينه على يمين الحارس حسين علي، يعلن تقدم الكناري بالهدف الأول بالدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق اللاعب صهيب رعد اللي يسجل أول أهدافه هذا الموسم. صهيب واحد، الكرخ لا شيء النفط، كرة اللعب، طويلة الكرة، محمد مصطفى. المباراة راح تكون أفضل في شوطها
المتبقي ودقائق المتبقية، النصف ساعة المتبقية. مجتبى كرة مقطوعة كانت مرفوعة من حسين زياد، ستار ياسين إلى وليد لعب بكل المراكز، يذهب من المراقبة الدفاعية المستميتة وتلعب من ستار. كرة خطيرة، سامي هين برافو يا جوزيف، برافو جوزيف، قطع الكرة الآن، يمر هجمة عكسية للكناري الآن. تأخر بها الهجمة العكسية، لازم تكون بأقل عدد من اللمسات. حسين زياد، ديار يا أخي، دائما المرتدة يجب أن تكون بأقل عدد من اللمسات. حبيب، طويلة من حبيب، حسين محسن، محمد مصطفى يشتتها، فاضل، ستار، حسين محسن، ستار ياسين مرة أخرى، عادت الكرة، محاولة الآن إلى أحمد خالد، يلف ويدور، يحاول، تنقطع إلى حسين محسن، حسين يبعد الكرة، مرت الكرة من جديد إلى فاضل كريم، فاضل، عادت الكرة إلى ستار، ديار يا أخي، ديار، كرار رزاق، ضاغط عليه حسين زياد، وكرة مرت إلى الخارج، رمية جانبية للكرخ. وإنذار إلى كرار رزاق، هذه أول بطاقة ينولها هذا الموسم اللاعب كرار رزاق. كرة اللعب، حسين، عرضية خطيرة وعادت لحارس المرمى. طبعا نادي الكرخ سجل 17 هدف بالشوط الثاني، اليوم الهدف 18 إلى بالشوط الثاني، وسجل هدفين، واليوم الثالث من الدقيقة 46 للدقيقة 60. بينما النفط تلقى الهدف 14 في الشوط الثاني، 4 أهداف تلقاها من الدقيقة 46 للدقيقة 60، واليوم الهدف الخامس يتلقاه من الدقيقة 46 للدقيقة 60. الآن التغييرات، محمد المرمور، سامي هين يترك الملعب، وكرار سالم أيضا يدخل، كرار سالم يدخل كظهير. كرار رزاق خرج، ترك الملعب، وأيضا علي ماجد. ركنية عالية تبعد من نانجا مامادو، أحمد خالد، عالية الكرة بالرأس، يونس غني يشتتها، ستار ياسين بالرأس، كرة ملعوبة، ديار يا أخي، سين،
جوزيف، حسين محسن، صهيب رعد، كرة طويلة سهلة لحسين علي حارس المرمى. هدفين الطلبة بالرأس، وعندنا 381 هدف سجل بالقدم و75 هدف سجلت بالرأس بانتهاء الجولة 20. 381 هدف سجل بالقدم وبالرأس 75 هدف. اليوم كانت اكو اهداف بالرأس لم تضاف لي احصائياتي. كرة تلعب من جديد، رمية جانبية لنادي النفط. عادت الكرة لديار ياخي، محمد المرمور، حبيب، كرة اجتازت، ستار ياسين، عادت إلى أحمد خالد، رسول، تنقطع، مقطوع الكرة من جديد. وليد، محمد المرمور، مجتبى، يونس غني، يونس حمود، خروج حاسم من حسين علي الى خارج ملعب لا رميه جانبيه لمصلحه نادي الكرخ. كرار رزاق وسامي هين تركوا الملعب، ودخل اللاعب محمد المرمور. كرة ملعوبة عالية تعود من أحمد خالد، كرة عادت من جديد، وليد، محمد المرمور، وإلى الخارج إلى ركنية. حسين جاهز؟ جاهز؟ احكيها؟ يلا بعد ما جاهز. 29 كرار سالم بدأ يلعب ظهير أيمن بخروج كرار رزاق بعد أن دخل بديل لكرار رزاق. عالية الكرة بالرأس مقطوعة، محاولة من جديد، خرجت الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى للكرخ. 70 دقيقة بالتمام، 20 دقيقة تفصلنا على النهاية. حسين لاوندي بدلا من جعفر عبيس، مباراتين دخل بيها بديل، انتقل للزوراء والطلبة، مع النفط مباراتين أمام نفط ميسان والميناء، وستة مع الزوراء، الميناء، الكهرباء، الغراف، نفط ميسان، 4، يعني 6 مباريات هو شارك فيها هذا الموسم. هاي المباراة الثالثة يدخلها بديل مع نادي النفط. حسين لاوندي مهاجم بمهاجم، كرار
علي، فاضل كريم، شوفوا اصلا فاضل كريم دفاع يسار، لاعبين بجناح مكسور، دافعين احمد خالد للامام، يعني ما عندهم ظهير ايسر، ينفتح فاضل يكون ظهير ايسر، ودافعين احمد خالد للامام. ديار، علي، وليد، تنقطع، يونس، كرة طويلة، اقرب الى حارس المرمى حسين علي. ما زال الكناري يتقدم بهدف وحيد سجله صهيب رعد بالدقيقة 59 من عمر المباراة. المأمور، عالية الكرة، برافو محمد شاكر يتمكن من الكرة. محمد مصطفى أمامنا بالصورة، كرة إلى الخارج، نشوف هل هناك تغيير. يبدو اليوني فياي يشكو من إصابة، وحسين محسن راح يترك الملعب. حسن علي برهي راح يدخل، غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة وطرد أمام الأمانة. 13 مباراة أساسي واثنين بديل، غاب عن دهوك ونوروز وأربيل والطلبة والزوراء والقاسم، غاب عن المباريات 6-7 الأخيرة. إذن حسين علي برهي راح يدخل بدلا عنه. شوف، وهل خرج حسين محسن؟ حسين علي برهي اللي غاب عن المباريات الأخيرة مثل ما ذكرت، شارك في 15 مباراة، 13 أساسي 2 بديل، وغاب عن دهوك نوروز أربيل الطلبة الزوراء والقاسم، غاب عن 6 مباريات. نشوف التغييرات. يبدو حسين محسن باقي، صار التغيير على لاعب الارتكاز وبدله بلاعب ارتكاز. حسين علي برهي، ممادو، طويلة لا صهيب، يونس، تبعد من فاضل كريم، ستار ياسين، سريع الكرة، وليد كريم، وليد إلى محمد المرمور، مرمور والكرة تمر إلى خارج الملعب إلى رمية، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى للكرخ، 75 دقيقة وتفصلنا ربع ساعة. الآن راح يدخل حسين علي برهي بدلا من حسين محسن. يبدو اللاعب راح يعود، يبدو اللاعب راح يعود اليوني فياي. أبعد مدافع وزجبي لاعب وسط. يبدو تغيير اضطراري، يشكو من إصابة، واليوني فياي يدخل، يعود إلى أرض الملعب. كرة بالرأس، ممادو، يونس، ممادو، يونس، يا سلام، يونس يمر 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 والكرة مقطوعة، ولكن على كل حال كانوا يبحثون عن لمسة يد، والحكم صاحب القرار الأول والأخير.
كرة مرت إلى خارج الملعب. الآن راح يلعب بالكرخ ب4 مدافعين، مجتبى وجوزيف ومحمد مصطفى وصهيب إلى الخلف. كرة عادت عالية وأقرب إلى حارس المرمى. مجتبى يلعب الكرة بالمنتصف. يونس، مجتبى، طالت على مجتبى، مقطوعة، يا سلام، إلى محمد المرمور. ستار ياسين، يبدو حسين علي بري راح يلعب ظهير، شكله راح يلعب ظهير، واضح من تراجع. كرة الآن حسين زياد، يمر حسين زياد، حسين، يونس. على كل حال تنقطع على فاضل كريم اللي يندفع. فاضل كريم يلعب الكرة. وليد يحاول هجمة الآن للنفط. وليد يحاول، وليد يبحث عن اسناد، يبحث عن زميل. عادت الكرة إلى أحمد خالد. أحمد تبعد من جوزيف. صهيب ما سيطر على الكرة. أحمد خالد تشتت من محمد مصطفى. ممادو، يونس غني، يونس، كرة مقطوعة من علي ماجد. ستار ياسين من الجهة البعيدة يسيطر على الكرة، مندفع الكرخ من أجل إدراك النفط من أجل إدراك التعادل، وكرة تمر إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. كرة محاولة من جديد. ستار ياسين بالمنتصف. كرة تنقطع من اليوني فياي. ديار يا أخي، فاضل كريم، حبيب محمد، كرار، محمد المرمور إلى وليد المرمور. حبيب، ضغط عالي الآن من لاعبي النفط. فاضل، وخروج حاسم من محمد شاكر. 80 دقيقة، 10 دقائق تفصلنا على النهاية، والكناري ما زال يتقدم بهدف وحيد سجله صهيب رعد بالدقيقة 59 من عمر المباراة. كرة تنقطع. علي ماجد، برافو وليد. محمد المرمور، خطأ لمصلحة نادي النفط. خطأ لمصلحة نادي النفط.
الحكم مشى الكرة على أساس أنه اللاعب يستفيد من الكرة، لما ما استفاد رجع من ركلة حرة. علي ماجد قريب من الكرة، وقريب منه أيضا فاضل كريم. محمد عدنان يدخل في تشكيلة النفط. كرة بالرأس برا الملعب إلى ركلة مرمى، برا الملعب إلى ركلة مرمى. دفعات هجومية من المدرب حسين لاوندي. محمد عدنان قادم من القرمة. أيضا تغييرين الآن في تشكيلة الكرخ. حيدر أحمد راح يدخل، وزيدان عبد الجبار. يخرج صهيب، يخرج صهيب ويدخل زيدان عبد الجبار، وحيدر أحمد أيضا يدخل، لاعب اللي سجل في شباك الغراف. زج بلاعبين وسط، يونس غني وصهيب يتركون الملعب لزيدان عبد الجبار وحيدر أحمد. حسين علي بري، كرة عادت. حيدر أحمد طويلة طالت. حيدر أحمد 13 مباراة، محمد عدنان أيضا يدخل في تشكيلة النفط. كرة بالرأس ملعوبة، خطرة هذه. برافو برافو، أبعدها حسين. أيضا عمار غالب يدخل في تشكيلة النفط. عمار غالب أيضا يدخل في تشكيلة النفط اللي أمامنا بالصورة، بدلا من ستار ياسين. تلعب الكرة بالرأس مقطوعة من جوزيف. يونس طويلة الكرة، ديار يا أخي. عادت الكرة من جديد، حسين علي. اليوني، مرت الكرة بالرأس من جوزيف. زيدان، حسين إلى زيدان، وتصويب. الله، حلوة حلوة، وصد أبدع من الحارس حسين علي. حلوة من حسين حمود، وصد أبدع من الحارس حسين علي. كرة يشتتها محمد شاكر. فريق يريد يحافظ على النتيجة، وآخر يندفع مفتوح من أجل إدراك التعادل. المفروض يستغل الكرخ اندفاع لاعبين النفط. علي ماجد، شوف بعد بدأوا يعتمدون على الكرات الطويلة نادي النفط، واكو تراجع واضح وتغطية سليمة من لاعبي الكرخ. ديار، حبيب محمد، حبيب إلى علي. علي يلعب الكرة إلى الجانب، فاضل كريم. محمد عدنان، وكرة تبعد إلى خارج الملعب من اليوني فياي. محمد عدنان
وليد بالرأس مقطوعة الكرة. محمد عدنان وكرة خطيرة، برافو يا محمد. خروج حاسم من حارس المرمى محمد شاكر. 4 دقائق بالتمام تفصلنا على الوقت الأصلي للمباراة. هذه بالإعادة كرة محمد، كرة جميلة كانت. هذه كرة يونس، تمركزاته سليمة يونس، يعني ذكرني بالتمركز حسين سعيد. كرة إلى الخارج، فاضل، محمد عدنان، علي، محمد، فاضل كريم، حبيب، فاضل، علي ماجد، عمار غالب، محمد عدنان اللي دخل بدلا من احمد خالد. كرة خطيرة، مرمور، الله، حلوة حلوة يا محمد. كرة صعبة كانت ومحمد انقذها ببراعة الى رمية الى ركنية لمصلحة نادي النفط. 6 مقابل 1 الركنية. ركنية تبعد بالرأس، زيدان سريع، حلوة ملعوبة لا ممادو تأخر ويلعبها، حلوة، الله، حرام عليك يا ممادو، حرام عليك يا ممادو. هذا هدف أمان واطمئنان، هذا هدف أمان واطمئنان في وقت قاتل تقتل به كل طموحات النفط. هجمة عكسية الآن للنفط. محمد عدنان، عمار غالب، سريعة، إلمن، إليوني يبعد الكرة. 2 دقيقة تفصلنا على الوقت، احتمال الحكم يضيف 4 إلى 5 دقائق. تنقطع الكرة، عادت من جديد من حبيب، كرار، علي ماجد، عمار غالب، تبعد الكرة. ديار يا أخي، ديار، محمد المرمور، وليد، عمار، محمد، تبعد الكرة. مامادو، حسين يونس، زيدان يحاول، حيدر، حسين علي برهي، حيدر مرة أخرى، زيدان، حاولون يحتفظون بالكرة، يقتلون وقت، هذا إجراء سليم. العب بساحة المنافس، أفضل أن تقتل وقت، مو ترجع إلى الخلف. مشتبه، يمر مشتبه، أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. عالية الكرة، هيئة الكرة، برافو يا حبيب، برافو يا حبيب. الآن النفط عليه أيضا يندفع لأن ما باقي له شيء. ركلة حرة غير مباشرة، لعب خطر. 90 دقيقة انتهت، يبدو تسلل على يونس. حكم رافع ايده، وهنا الفرصة الذهبية اللي ضاعت على نانغا مامادو، ولعبها بذكاء لكن علت العارضة. لعبها بذكاء لكن علت العارضة، استغل تقدم الحارس بس ما اجت وياه. ديار يا اخي، 6 دقائق يضيف الحكم، توقعت اني 5. ركلة مرمى للكرخ. شوف الآن يعني في مفهوم المستديرة، فريق مندفع، أنت حتى تقتل طموح الفريق المندفع احتفظ بالكرة، العب بساحة المنافس، لا تتراجع.
بالمقابل فريق النفط أيضا عليه أن يندفع. يونس يترك الملعب، علي قاسم يدخل. علي قاسم 16 مباراة، مباراتين بديل، غاب عن الشرطة وزاخة وزوراء والقاسم، وسجل في شباك نوروز والموصل من ركلة جزاء. عزز منطقة الوسط وأبعد مهاجم، بدأ يعتمد على مهاجم واحد اللي هو ممادو. حسين يبعد الكرة، وليد، عمار غالب، محمد عدنان، جوزيف يبعدها، علي ماجد ضاغط النفط بكل ما يمتلك، كرة بالرأس إلى ركلة مرمى. هيج كرات يعني ينتظرها فريق الكرة. عادل نعمة، وليد فعل كل ما يمكن أن يفعله، هرب من الرقابة إلى الشمال إلى الخلف إلى اليمين، لكنه لم يفلح باختراق دفاعات الكرخ. تلعب الكرة من محمد شاكر، ديار ياخي، عليوني يلعبها برا الملعب لا رمي جانبية لمصلحة نادي النفط. دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضايع. طويل على الكرخ، قصير على النفط. مجتبى، حيدر، زيدان ما سيطر على الكرة، فاضل كريم، فاضل، عالية. ما عندهم بعد النفط غير بس الكرات الطويلة العالية. محمد عدنان، عرضية سهلة لمحمد شاكر، بإيده إلى الجانب، حسين زياد، مجتبى، علي، ممادو، زيدان، حلوة لا زيدان، علي قاسم، عمار غالب، محمد مصطفى يقطع الكرة، حسين علي برهي. اليوم يعني شكل غياب رميض ومؤمل راشد عبء على المدرب بمركز الظهير الأيمن. بطاقة لعلي قاسم، علي قاسم، بطاقة الثالثة في ملعب المباراة. كرة ترتد من جديد، عمار، محمد عدنان، عمار، ترتد الكرة، محمد عدنان، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وإلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى للكرخ، دقيقة الخامسة، دقيقة ونصف تفصلنا على الوقت المحتسب بدل ضايع. ركلة مرمى للكرخ، عادت الكرة على محمد عدنان، وليد، عالية، المرمور، عمار، وكرة من مكان خطير، ركلة حرة من مكان خطير للنفط. آخر دقيقة من عمر الوقت المحتسب بدل ضايع. ممادو المتراجع يرتكب خطأ بإعثار عمار غالب، كرة من مكان خطير،
جدار صد، كرة بأصعب وقت. إبراهيم عبد نادر طرد أمام القرمة. محمد جاسم أنذر أمام أربيل. محمد اللاعب السوري محمد المرمور. آخر فرصة للنفط، آخر فرصة للنفط، لم يسجل من ركلة حرة مباشرة. كرة بوقت قاتل، اجتزنا 6 دقائق. محمد المرمور تلعب، ترتد من الجدار. مجتبى يبعد الكرة، شتتها. الكل يطالب بالصافرة. هو صاحب التقدير، عنده توقف، دخلنا دقيقة فوق ال6 دقائق. الكل ينتظر الصافرة. والكرخ يحقق فوز بعد 18 مباراة وبعد 11 موسم على النفط بهدف وحيد. مبروك للكرخ هذا الفوز اللي يرفع رصيده إلى 37 نقطة، يقفز مركز واحد إلى المركز السادس ويحقق هذا الفوز ويضمن 3 نقاط بهدف صهيب رعد اللي سجله بالدقيقة 59 من عمر المباراة، ويبقى نادي النفط بمركزه ال15. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.